السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هانم. قصتنا اليوم عن سقراط. كما تتذكرون الفيديو السابق الذي نشرته عن سقراط، والذي أتحدث فيه عن سقراط والنوم باكرا. للأمانة أخبرتكم بأن الفيديو نقلته عن منشور وجدته على الفيسبوك، لا أظن أن سقراط له علاقة بالأمر. لكن الفيديو الذي سنقوله اليوم يتحدث عن قصة معبرة أو حكمة لسقراط، هي حكمة الفلتر الثلاثي. تجدون في صندوق الوصف القصة القديمة عن سقراط والنوم باكرا التي سبق وضعناها عن قناة هانم. لكن بالنسبة لقصتنا اليوم، تقول القصة أن سقراط اشتهر بحكمته، وفي أحد الأيام صادف الفيلسوف رجلا من معارفه الذي ركض إليه وقال بتلهف: يا سقراط، أتعلم ما سمعت عن أحد طلابك؟ طبعا في العادة إذا كان الشخص متلهفا لسماع الخبر فهو يقول: ماذا سمعت؟ أريد أن أسمع. لكن رد فعل سقراط هذه المرة كان مختلفا تماما، حيث رد سقراط وقال: انتظر يا رجل، لحظة. قبل أن تخبرني أود منك أن تجتاز امتحانا صغيرا يدعى امتحان الفلتر الثلاثي. ما هو امتحان الفلتر الثلاثي؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. طبعا الرجل سأل: الفلتر الثلاثي ما يكون هذا؟ نعم، الفلتر الثلاثي هذا ما قاله سقراط. هنا تابع سقراط وقال: هذا صحيح. قبل أن تخبرني عن طالبي لنأخذ لحظة لنفلتر ما كنت ستقوله، لنصفي كلامك. بالطبع هنا وافق الرجل بأنه كان متلهف، لأنه كان متلهف لأن يعطي سقراط أخبارا عن تلميذه. قال سقراط: الفلتر الأول هو الصدق. هل أنت متأكد أن ما ستخبرني به صحيح؟ طبعا هنا رد الرجل قال: لا، في الواقع لقد سمعت الخبر، لست متأكد. قال سقراط: حسنا، إذن أنت لست متأكد أن ما ستخبرني به صحيح أو خطأ. لنجرب إذن الفلتر الثاني أو التصفية الثانية. هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء جيد؟ طبعا هنا غالبية الناس وللأسف يتلذذون في نقل الأخبار الخاطئة والأخبار السيئة عن الناس، لأن هذا شيطان يوحي إلى الإنسان بنقل هذه الأخبار، خاصة إذا كان يكره شخصا معين. طبعا رد الرجل وقال: لا، ما سأخبرك به عن طالبك ليس بشيء جيد. طبعا وصل هنا سقراط إلى نتيجة مع هذا الشخص، إلى أن الخبر الذي سينقله إليه ليس بشيء جيد، وأنه سينقله إليه رغم أنه غير متأكد من صحة هذا الخبر. هنا أصيب الرجل بنوع من الارتباك والإحراج، فتبع سقراط: ما زال بإمكانك أن تنجح بالامتحان، فهناك فلتر ثالث. الفلتر الثالث هو الفائدة. هل ما ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟ طبعا رد الرجل وقال: لا، ليس به أي فائدة وللأسف. أجاب سقراط: إذن كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح ولا بجيد ولا ذي فائدة أو قيمة، لماذا تخبرني به من الأصل؟ فصمت الرجل وأحس بالهزيمة والإهانة، وكانت الغلبة إذن للفيلسوف سقراط في هذه المحادثة. العبرة هنا: كم نحن بحاجة اليوم إلى فلتر سقراط قبل أن نظلم غيرنا بأخبار غير صحيحة عنهم فنأذيهم بجهلنا. لماذا لا نفكر في صدق ما ننقله من أخبار؟ لماذا لا نفكر في جودة هذه الأخبار؟ لماذا لا نفكر إن كان ما سنقوله سيجلب لنا فائدة وسيجلب للغير الفائدة؟ ثم في آخر الأمر، إذا كان هذا الأمر لن يجلب إلينا أي نفع وأي فائدة، ومن الممكن
أن يكون غير صحيح، فلماذا لا ننقله من الأصل؟ يعني نقولها بصراحة، يعني في مجتمعاتنا العربية نحن بحاجة ماسة إلى هذا الفلتر الغريب الذي استنبطه الفيلسوف سقراط كما قلت من السابق. يعني هذا الخبر أو هذا المنشور وجدته على الإنترنت، لست متأكدا من صدقه إن كان منقولا فعلا عن سقراط، لكنه في آخر الأمر أعجبني فأردت أن أنقله إليكم لتعم الفائدة. في الأخير أريد أن أشكر الجميع على متابعة قناة هانم. أرى عن طريق الإحصائيات أن عدد المتابعين يتزايد يوما بعد يوم. أشكركم كثيرا على هذه الثقة، ولا تترددوا في إعطاء آرائكم في التعليقات. السلام عليكم.